في مصر، انقطاع الكهرباء كان ولا يزال يمثل تحدياً كبيراً للمواطنين والاقتصاد. هذا الموضوع له أبعاد عديدة تتعلق بالبنية التحتية، والسياسات الحكومية، والاقتصاد، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة. هنا نلقي نظرة على بعض الجوانب المهمة المتعلقة بانقطاع الكهرباء في مصر. 1. أسباب انقطاع الكهرباء: زيادة الطلب. تزايد عدد السكان والنمو الاقتصادي أدى إلى زيادة الطلب على الكهرباء. البنية التحتية المتقادمة. العديد من محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع قديمة وتحتاج إلى صيانة وتحديث. نقص الوقود. هناك فترات عانت فيها مصر من نقص في الوقود المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء. 2. تأثيرات انقطاع الكهرباء على المواطنين. انقطاع الكهرباء يؤثر سلباً على الحياة اليومية، حيث يتسبب في انقطاع المياه والاتصالات وتعطل الأجهزة الكهربائية. على الاقتصاد، يؤثر انقطاع الكهرباء على الإنتاج الصناعي والزراعة والخدمات، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة. على التعليم والصحة، المدارس والمستشفيات تتأثر بشكل كبير، مما يؤثر على جودة التعليم والرعاية الصحية. 3. جهود الحكومة لحل المشكلة. مشروعات الطاقة المتجددة. قامت الحكومة المصرية بتطوير مشاريع للطاقة الشمسية والرياح للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري. محطات توليد جديدة. بناء محطات توليد جديدة مثل محطة الكهرباء في بني سويف ومحطة كهرباء البورس. تحسين البنية التحتية. تحديث شبكات التوزيع وصيانة المحطات القديمة. 4. الطاقة المتجددة. مشروعات الطاقة الشمسية، مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يعد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم. مشروعات طاقة الرياح. تطوير مزارع الرياح على ساحل البحر الأحمر. 5. التحديات المستقبلية. استدامة التمويل. توفير التمويل اللازم للصيانة وتحديث البنية التحتية. التوعية بالطاقة. زيادة الوعي بين المواطنين حول ترشيد استهلاك الكهرباء واستخدام الطاقات المتجددة. التغير المناخي. التعامل مع التغيرات المناخية التي تؤثر على مصادر الطاقة.